عمرك سألت نفسك قبل كده هو إيه معنى الحروف المتقطعة في القرآن الكريم؟ زي ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف هاء ياء عين صاد. فكر كده شوية. الحروف دي فيها نوع من أنواع التحدي، والتحدي ده لمين؟ للفصحاء والخطباء العرب اللي كانوا شايفين نفسهم وقتها من أعظم الشعراء والخطباء في اللغة. جاءهم من عندهم نبي ورسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجاءهم بالقرآن الكريم وقال لهم أتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن. عشان كده بعد كل حرف من الحروف المقطعة في القرآن الكريم ثناء على القرآن، زي بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. يا رب أكون فدتك وتفيد غيرك وتعرف أهمية